ميمة، أنا مقدّرة جدًا كلامِك ومتفهّماه جدًا، علشان الضغط النفسي والضغط العصبي من أكبر المحفّزات للارتكارية، وحقيقي جسمِك مش بيبالغ أبدًا، هو بينادي لِك وبيقول لِك اهتمي بيّا، بس الحلو إن إحنا نقدر نكسر الدايرة دي، بنقلل التوتر ونعالج الحساسية ونرجع نعيش في سلام مع جسمنا. تابعيني، أنا قريب جدًا هاشارك معاكم خطة علاجية للأرتكاريا المزمنة بالعلاجات والأسماء التجارية والجرعات اللي أنتم المفروض تاخدوها والمدة اللي إحنا هنمشي عليها. تابعيني هاشارك معاكم إيه العلاجات المناسبة واللي بتجيب فعلًا فعالية في الأرتكاريا المزمنة، إيه الأكلات اللي بتهدّي الجسم، وتمارين التنفس إزاي نعملها وقد إيه إن هي كمان بتهدّي الجسم والقلب. لو ما تعرفينيش، أنا دكتورة علا عمر، مهتمة بنشر الوعي الصحي لجميع أفراد المجتمع، وهكون معاكي هنا خطوة بخطوة علشان إزاي نفهم جسمنا. لو أنتِ بتسمعيني وعندِك ارتكاريا أو تعرفي حد عنده ارتكاريا، يا ريت تشيّري له الفيديو دوّة علشان نشارك الخطة العلاجية للحد اللي محتاجها، واللي محتاج الخطة العلاجية يبعت لي في comment علشان تشجعوني إن أنا أنزّل الفيديو إن شاء الله في أقرب وقت.